ايام مواسم وموسم رجب قرب وبنعمل فيه اكلة جميلة نلم فيها العيلة ونتجمع كلنا، يبقى مفيش غير الاكلة دي. اخترتها لكم لانها بجد خطيرة. هنعمل فراخ مشوية في الفرن بتتبيلة جميلة جدا، وهنقدم جنبها ممبار بوبوس اللي حير الكل بشكله الجميل. ودي احلى طريقة تتبلي فيها الفراخ، واسهل طريقة للممبار. وجبة تشهي وتشرف في اي عزومة، وكفاية انها هتلم الحبايب في المواسم وفي المناسبات. دي قناتي وصفات ام جودي. لو اول مرة بتشوفوني يا ريت تنوروني بالاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس على الكل ليصلكم كل جديد. ولو عجبتكم الوصفة اوعوا تنسوا تحطوا اللايك وتكتبوا لي تعليق حلو كده وتقولوا لي تسلم ايدك يا ام جودي. يلا بينا نسمي الله ونبدأ وصفتنا. هنجيب معايا فرخة كيلو ونص، منضفينها كويس ونقعينها في محلول النقع. وطبعا احنا اتكلمنا قبل كده عن محلول النقع وقلنا ان هو مية وملح وسكر وليمون. هننقع فيه الفرخة ساعة وبعدين نشطفها شطفة كويسة كده. ونيجي بقى الخطوة اللي بعد كده، هنيجي بقى نفرغ الجلد واللحمة عن بعض. وهقوم جايبة سكينة مدية الصدر كده نغزات بيه السكينة علشان خاطر التتبيلة تخش جوه الصدر وتشرب منها كويس. معايا هنا بصلاية مبشورة في الكبة وطماطمايه، هنزل بيهم في بولة وهقوم نازلة عليهم بعصير ليمونة واحدة. التتبيلة دي جميلة جدا وطعمها تحفة. ان شاء الله لما تجربوها هتعرفوا قد ايه هي جميلة سهلة وما فيهاش اي تعقيدات. ولما ببقى محتارة ومش عارفة اعمل اكل ايه في المواسم او في المناسبات او في اي يوم اجازة كده احب الم فيه ولادي وجوزي، بعمل لهم الاكلة الجميلة دي. ما شاء الله اكلة تشهي. نزلت معايا بالبصلة والطماطم وعصير الليمون. هنزل معايا بقى بمعلقة صغيرة ملح، فلفل اسود، بابريكا، توابل فراخ. ومعايا اللهم صل على النبي نص معلقة صغيرة من الحبهان البودر. ومعايا معلقة صغيرة من السبع بهارات. ومعايا معلقتين كبار من المستردة. المستردة بتدي طعم جميل جدا للتتبيلة، بتخلي التتبيلة فيها مزازة وطعمها بيبقى جميل. ونزلت معايا بمعلقتين 3 كبار من الزيت. بس كده، هي دي مكونات التتبيلة بتاعتنا النهاردة. وانا هسيب لكم مكونات التتبيلة بتاعت الفرخة في صندوق الوصف علشان خاطر اللي حابة انها تشوفها تكتبها عندها. وصفة تتبيلة جميلة وانا متأكدة ان انتوا دايما هتلجأوا لها في وقت الزنقات. هنيجي بقى نتبل الفرخة الجميلة بتاعتنا. طبعا احنا فتحناها كده فتحات في الصدر بالسكينة زي ما شوفنا. هبتدي بقى ان انا انزل بالتتبيلة الجميلة دي على الصدر كده ما بين الجلد والصدر. وابتدي ان انا احشر بقى التتبيلة كده في الفراغات اللي احنا عملناها بالسكينة. وارجع تاني بقى ادخل تتبيلة تاني ما بين الاوراق كده. ودلكي الفرخه كده بالتتبيله من جوه ومن بره وخليها تتشبع بالتتبيله. التتبيله دي جميله وهتخلي لك طعم الفرخه سكر، واللحم بتاعها هيبقى دايب دوب. وان شاء الله هتعملوها وهتدعولي. ويا سلام بقى لو عملتوا التتبيله دي وسبتوها في التلاجة قبلها بليله. اتفرجوا بقى على جمال الفرخه وطعمها. بسم الله ما شاء الله، حاجه هتشرفك بجد قدام اي حد. كل اللي هياكلها من ايدك هيقولك ما شاء الله. لو انت بقى محتار يعني اتزنقتي وعايزه تعمليها في نفس اليوم، يبقى سيبيها على الاقل في التتبيله دي 3-4 ساعات هتتشربها وهتبقى جميله. هنركنها بقى على جنب، هنغطيها ونحطها في التلاجة. ونيجي بقى نحضر معايا خلطة الممبار. هجيب حلة وهنزل فيها ب3-4 معالق كبار كده من الزيت. وهنزل بمعلقة كبيرة سمنة، اي نوع بقى مادة دهنية انت حباه. عايزة تحطي سمنة، زيت، زبدة، عندك ليا مسيحاها وعايزة تحطيها حطي معلقة برضو هتديلها طعم جميل قوي. جبت هنا معايا بصلتين وسط، ضربتهم في الكبة فرم متوسط، لا هو ناعم ولا هو خشن، عايزينه كده فرم متوسط. انا هنزل بالبصلة في المادة الدهنية دي، هقلبها تقلبتين كده. انا مش عايزاها تحمر ولا تاخد لون، عايزاها تفضل كده بالشمخة بتاعتها علشان تفضل البصلة معايا مسكرة. هنيجي بقى نقوم نازلين بعصير الطماطم بتاعنا. شايفين لون الطماطم ما شاء الله عامل ازاي. انا كنت قبل كده عملت معاكم هنا في القناة تفريز الطماطم عشان خاطر رمضان من قيمة شهر كده.
وبصراحة الفيديو كان جميل وعجب ناس كتير قوي. هسيب لكم فيديو الطماطم، تفريز الطماطم في علامة الاي فوق وفي شاشة النهاية عشان تشوفوه وتعرفوا ازاي نفرز الطماطم والحقوا هاتوها اليومين دول قبل ما تغلى. وكمان عملنا معجون صلصة الطماطم بتاع البرطمانات بتاع الشركات، طلع برضو نتيجته فوق الممتازة. هسيب لكم برضو الفيديو ده في علامة الاي وفي شاشة النهاية علشان تشوفوه. هنزل بقى معايا ببهارات ايه على الطماطم. ما هنزل بقى بملح، ملحيه بقى حسب حاجتك، وفلفل اسود، عندك كزبرة ناشفة، توابل محشي، مكعبين مرق الدجاج، معلقة كبيرة بابريكا، مثلا معلقة صغيرة شطة لو انت عايزاه سبايسي، وهنحط برضو معلقة من السبع بهارات، وممكن تحطي كزبرة. بس كده، احنا مش هنحط توابل اكتر من كده. هسيب لكم برضو البهارات بتاعه المحشي في صندوق الوصف. الطماطم طبعا عشان انا كنت مسوياها قبل ما اضربها في الخلاط، فما اخدتش معايا وقت في التسبيكه، يعني على طول غلوتين وكانت وصلت للمرحله اللي انا فيها اللي هي فيها دي. اول ما لقيت السمنه كده عمت على الوش طردت قدامها، بقوم نازله بقى بالرز. نزلت هنا معايا بكيلو ونص رز. غسلت نقيته كويس وغسلته عشان خاطر بس البنات اللي هي لسه يا جماعه داخله المطبخ جديد وحابه ان هي تعرف الطريقه كويس. احنا بنقولها خطوه بخطوه للمبتدئين. انا عارفه ان في ستات بيوت كتير شاطره وطبعا ممتازين في عمايل المحشي، انا ما جيش جنبكم حاجه، بس احنا النهارده بنقول الطريقه للمبتدئين ولستات البيوت الممتازين. خدي الفكرة ونفذيها ان شاء الله. النهاردة 13 و14 و15 رجب بنصوم، كل سنة وانتم طيبين وربنا يعود عليكم الايام بخير يا رب. اعملوا بقى الاكلة الجميلة دي، ولموا حبايبكم كده، احنا في ايام موسم ورجب شهر الخير كله، فاعملوها وخدوا فكرتها وان شاء الله هتعجب كل اللي هياكلها من ايديكم. غسلنا الرز وصفيناه ونزلنا بقى في الطماطم، هنقوم مشوحينه كده تشويحتين وطافيين النار. انا لقيته محتاج كوبايه رز تاني، زودته كوبايه رز، بس الكوبايه اللي انا زودتها دي يعني هما كلهم على بعض كده كيلو ونص. الاول انا كنت حاطه كيلو وربع رز، لما زودت كوبايه تاني بقوا كيلو ونص. وبعد كده غسلت الخضرة بتاعتي، معايا ربطة شبت وكزبرة وبقدونس، غسلتهم وبعد كده سبتهم يتصفوا وقمت مقطعهم. بحب ان انا اقطع الخضرة بعد ما اغسلها علشان مفقدش ريحتها ومفقدش القيمة الغذائية اللي فيها. فايه نخلي بالنا من نقطة زي دي، الخضرة نقطعها بعد ما نغسلها. نزلت بالثلاث ربط كلهم، كانت ما شاء الله كفاية على الكمية اللي انا عاملاها. لو انت عايزه تزودي خضره عن كده برضو براحتك، الممبار بيحب اي حاجه. قطعت قرن فلفل اخضر، لو انت عايزاه سبايسي حطي، عايزاه رومي براحتك حطي، بيدي طعم برضو جميل قوي لخلطه الرز. كده خلطه الرز خلصت معايا وطفيت عليها، هركنها بقى تبرد شويه. هنيجي بقى قبل ما نبتدي ان احنا نحشي ندخل الفرخه بتاعتنا الفرن. شلتها بقى من التتبيله اللي حطيتها في العمود بتاع الشوي ده وهدخلها الفرن. طب انا ما عنديش العمود ده يا ام جودي، ما ينفعش ان انا اعملها زي كده؟ لا ينفع طبعا يا حبيبه قلبي. هتجيبي اي برطمان ازاز عندك، هتحطي فيه ميه وتقومي حطاها، مدخله الفرخه فيه كده زي دي بالظبط، ولا هيطق ولا تقلقيش ولا يجرى اي حاجه. وبعدين حطيها في صينيه هتقف كده زي ما انت شايفه، وتكوني مسخنه ميه من الكاتل تحطيها في الصينيه علشان خاطر البخار اللي يطلع من الميه يطري معانا حته الفرخه، وكمان السوائل اللي تنزل منها ما تحرقليش الصينيه. هنشغل الفرن من تحت بس، ما بنشغلش الشوايه. يعني هي خدت اللون ده يا ام جودي من تحت بس، والله انا كنت مشغله الفرن من تحت بس، اخدت اللون الجميل ده. هنحطها على الشبكه اللي هي على الرف الاولاني من تحت، ونوطي النار ونسيبها تقعد في الفرن ساعة لساعة ونص، وهنبص عليها تاني دلوقتي. هقفل بقى البوتاجاز، فرن البوتاجاز، وهاجي بقى نحشي الممبار بتاعنا. عقبال ما نحشي الممبار ويستوي ان شاء الله الفرخة هتكون طلعت معانا. لو وصلتوا بقى معايا لغايه هنا في الفيديو اكتبوا لي كده تعليق وقولوا لي كل سنه وانت طيبه يا ام جودي، وربنا يعود علينا وعليكم الايام بخير يا رب.
رجب شهر الخير كله والبركة، وان شاء الله تعملوه تاكلوه في الهنا. هنيجي بقى نحشي الممبار بتاعنا. انا قطعت طبعا بنغسله بميه وملح وليمون وبننضفه كويس قوي. بحب ان انا اجهز الممبار قبليها بليله عشان ما اجهدش نفسي في اليوم اللي هعمل فيه الوجبه دي. بغسله وبحط فيه ليمون وبسيبه في التلاجة واطلعه بقى على طول على الحشو. بحشيه بقى. قطعت صوابع طويلة علشان هنعمله بوبوس. البوبوس ده اللي محير الناس كلها، وبجد هو طعمه جميل، شكله جميل في التقديم وطعمه حلو. هنقوم بقى حاشين الصوابع. انا سايبة صوابع طويلة وصوابع متوسطة. في الوقت ده اللي انا بديت احشي فيه بعلق على الميه اللي هنسلق فيها الممبار تغلي. بسيبها تغلي بقى براحتها ونحشي بقى الممبار بتاعنا. جبت هنا الدباره اللي هي بتاعه الاكل اللي بنربط بيها اللحوم او كده، وقمت جايبه بقى الصباع بتاعي زي ما انتوا شايفين. بقيت ان انا اقسمه واقوم رابطه، بس ما بنربطوش من الطرف. بنسيب حته كده من فوق وبعد كده بنبتدي نربط بقى على حسب بقى حجم قطعه البوبوس اللي انت عايزاها. يا رب تكون الفكرة وصلت لكم. هنربط بقى زي ما انتوا شايفين كده، ما بنربطوش من الطرف من هنا ومن هنا عشان ما يفرقعش مننا. الصباع ما بنملاهوش قوي وبنسيب فيه كده شوية فراغات عشان لما ينزل في المية طبعا بيكش فما يقومش الرز يطلع منه. وكمان ما نكبسوش قوي عشان ما يطقش مننا في الحلة المية غليت معايا. هقوم نازله ببصلايه، ورق لورا، قرفه، خشب، ملح، فلفل اسود. هتبل الميه بالظبط زي ما كاني هسلق فرخه او لحمه. عايزين نطعم كده الشوربه بتاعه الممبار عشان الممبار يطلع معانا طعمه جميل. اهم حاجه الميه تكون بتغلي علشان اول ما ننزل من الممبار بتاعنا الاطراف بتاعته تلم والرز ما يخرجش منه. كده تمام، كده تمام. اكتبوا لي بقى في التعليقات احنا كده لغايه هنا معاكي يا ام جودي، واكتبوا لي بقى انتوا بتتابعوني منين. عايزه اعرف متابعيني حبايبي بيتابعوني منين. يا رب الوصفة النهاردة كده تكون عجبتكم وتاخدوا فكرتها. وان شاء الله موسم رجب قرب، اعملوها. اعزمي بقى اولادك واولادهم ويجوا يحضروا الاكل عندك وياكلوه بالف هنا. وانت لو انت عايزة تعزمي مامتك او حماتك اعملي لهم الاكلة دي وان شاء الله هتعجبهم قوي. صلة الرحم يا جماعة لازم نعملها ولازم نمشي عليها عشان ربنا امرنا بكده. اقل لقمة بتكفي. المهم اللمة الحلوة، والمهم ان احنا نتجمع دايما في الخير. انا حبيت النهاردة اعمل لكم فكرة الفيديو دي علشان خاطر، مش عشان الاكلة والله، ولا عشان خاطر انها فراخ او ممبار، لا، لو حتة لقمة عيش وجبنة، بس المهم ان احنا نبقى ملمومين بحب وبسعادة. انا بحب دايما والله التجمعات العائلية قوي، ودايما بعمل عزومات والم حبايبي وحتى لو على اقل حاجة. المهم ان احنا نبقى ملمومين مع بعض في الخير. مش هنغطي الحلة عشان ما يفرقعش مننا، هنوري بالغطا زي ما شفتوا كده. هنبص على الفرخة بتاعتنا بقى. هي كده وصلت لنص التسوية اهي. هبتدي بقى اخد من الصوص اللي نزل منها وادهنها بيه علشان تفضل طرية معايا ما تنشفش، وكمان لما تتحمر يبقى لونها حلو. كل شوية ببص عليها وبقوم دهنها من الصوص اللي نزل منها. لو لقيت المية نشفت زوديها. هنيجي بقى نحمر الممبار بتاعنا. خلاص استوى وطلعناه. هنحمره، وطبعا ما بنفكش الفتلة دلوقتي خالص الا بعد ما بنحمره. زي ما انتوا شايفين بنحمره وهو لسه مربوط علشان خاطر ما يتهريش مننا وياخد معانا الشكل الجميل اللي انتوا شفتوه في اول الفيديو. هنحط بقى في الطاسة سمنة وزيت ونحمره فيها حسب بقى الكمية اللي انت عايزاها. انا عاملة دون كان كيلو ممبار، ما شاء الله رمى كتير وكان حلو والله وطعمه جميل. جربوه بطريقة ام جودي وقولوا لي في رأيكم. هنحمره ولما ياخد لون على الوش ده هنقلبه على الوش التاني. بس كده ومفيش اسهل من كده. والفرخة كمني انا حطاها في صينية زي ما انتوا شفتوا، نصها من فوق احمر ونصها من تحت ما كانش احمر، فقمت نقلها في صينية تانية واسعة ملهاش جناب علشان خاطر النص اللي تحت يحمر رخر. البخار والصهد اللي في الفرن كفيل ان هو يحمر لك الفرخة من بره. ما تشغلوش عليها الشواية علشان ما تاخدش لون وفي نفس الوقت تبقى نية من جوه.
انا مشغله عليها الفرن من تحت بس، طلعت معايا بالمنظر القمر اللي انتوا شايفينه ده، ما شاء الله اللهم بارك، كانت جميله. حمرنا الممبار، فرشنا كده بقدونس في ارضيه الصينيه، رصينا الممبار بتاعنا. البوبس اهو بعد ما بيطلع بعد التحمير بنقوم قصينه من عند الدباره، وبنقوم شادين الدباره بالراحه كده، نلاقيه خلاص خلصت معانا، ولا هيبان ولا هيعرف حد انت حاشياه منين، والكل هيستغرب انت دخلتي الرز جوه الصباع الصغنن ده ازاي. ما شاء الله ملموم على نفسه وجميل، عشان كده سموه بوبوس. حاجه كده ما شاء الله تستاهل بقكم. زينوه بقى بشويه خضره، ولو عايزين تسألوا على اي حاجة في الوصفة اكتبولي في التعليقات وانا هرد عليكم، ولو عايزيني اعمل لكم الايام الجاية دي اي وصفة كده انتوا حابينها اكتبولي برضو في التعليقات، وانا من عينيا حاضر اعملها لكم. الفراخ طعمها بجد كان تحفة، زي ما انتوا شايفين شكلها بيشهي، والله العظيم طعمها كان جميل. ان شاء الله هتعملوها وتعدمتوا التتبيلة دي عندكم، تتبيله بجد رائعه. كل اللي هياكلها من ايديكم هيقولك ما شاء الله تسلم ايدك، كانك شاريها من بره. شوفي انت بقى لو هتشتري الصينيه دي من بره هتبقى عامله ازاي، اللهم بارك، حاجه كده تفتح النفس. الممبار كان سهل والفراخ كانت سهلة، كلها حاجات بسيطة. هتقفي في المطبخ على طول هتخلصيها. وزي ما انتوا شايفين الممبار طالع معايا جميل، الرز مستوي ومفلفل مش معجن، والحمد لله ما فيش ولا صباع فرقع مني في الشوربة، لان النار كانت متوسطة ما غطتش الحلة. والفرخة دي ادوكوا شايفين اهو دايبة معايا دوب، بتتقطع بكل سهولة، اللهم بارك. حاجة كده ما شاء الله تشهي بجد. جربوها وقولوا لي فيها رايكم، هستنى تعليقاتكم الجميله، وتقولوا لي احنا جربنا الفراخ بتاعتك يا ام جودي وطلعت جميله. وان شاء الله الايام الجايه دي هنزل لكم بوصفات فراخ تانية اجمل واجمل. بس انتوا حطوا لي اللايك كده على الفيديو ودعموني، انا لسه فاتحه القناه جديد وعايزه تشجيع منكم بقى والدعم كده. ربنا يكرمني كده والقناه تنجح على ايديكم. اتمنى الوصفه النهارده تكون عجبتكم، وزي ما انتوا شايفين الفراخ مستويه وما شاء الله طعمها جميل، والممبار برضو طعمه اجمل. انا ممنونه جدا لكل حد حط لي لايك او كتب لي تعليق حلو واشترك في قناه. اتمنى الوصفه تكون عجبتكم ونالت رضاكم. دمتم في رعايه الله وفي حفظه وفي امان.